ازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم قناة جوليا ستوديو، وفيديو النهاردة هيبقى فيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا بقدمها. فيديو النهاردة هيبقى انبوكسينج او ريفيو لحاجة انتوا بتستنوها من سنة للسنة، وهي اجندة سبيس البوكيت. انا طلبت الاجندة دي تقريبا من حوالي 10 ايام، وامبارح تقريبا اللي وصلت لي. تمنها حوالي 275، والشحن 45 جنيه، يعني تقريبا كده 320 جنيه. وطبعا الشحن بيختلف من بلد لبلد. انا عجبني السيم بتاع بندق، لان شكله مبهج وجميل، والالوان بتاعته تحفة. ده غير ان حجمها صغير. اجندة البوكيت هي تقريبا حجمها صغير. هعمل لكم ريفيو عنها. فخلينا نشوف الفيديو، يلا بينا. ده غطا الأجندة بعد ما فتحتها، ممكن تستخدموه كمنظم أو أي حاجة. وهو محتوى الأجندة. بس أنا الشحن يعني في مشاكل. جات مقطعة كده، بس ده أكيد شحن، يعني أكيد غصب عنهم، فمفيش مشكلة. أهم حاجة الحاجات اللي جوه البوكس ما حصلهاش حاجة. أول حاجة كارت الإهداء، شكله كيوت جدا، ممكن تستخدموه كبوك مارك، هو صغير جدا. في 2 كوستر، بس الماتيريال بتاعتهم خفيفة جدا، يعني ممكن تستخدموه اي حاجة ما عدا كوستر يعني، بس هما شكلهم جميل جدا. في البوك مارك برضو الماتيريال بتاعته خفيفة شوية. بعد كده الستيكر شيت. فيها طبعا ايموجي، من اشكال كتير، برضو ايموجي اشكال حيوانات. في اشكال جديدة، بس هو نفس السيم بتاع سبيس، يعني ما فيش ابتكار قوي. في كوتس، الكوتس متغيرة شوية. هي نفس الحاجات، بس متغير شوية حاجات بس كده، يعني متغير شوية كوتس، بس هي نفس الديزاين او نفس السيم. بس شكله كيوت، واحلى حاجة انهم مجمعينهم كلهم مع بعض. فدي حاجة عجبتني الصراحة، يعني اهو شكله. ده حامل الموبايل، تفردوه كده تقريبا كده، تفردوه عليه نفس الديزاين، برضو تحفة. تو ليست جميلة، انا عجبتني، وورقها حلو، والماتيريال بتاعتها كمان حلوة وكبيرة شوية. كمان اللي عجبني فيها ان من فوق هنا، لو انتوا شايفين، ينفع تقطعوا الورقة من فوق، مفيش اي مشاكل، فتحفة الصراحة. بعد كده في اللي هو لعبة الافلام، تعملوا سكان على الباركود ده. كمان في الظهر في لعبة تلمي، لسه ما جربتهاش، فحسها فكرة كرياتيف شوية جميلة. في اللي هو الكالندر بتاعت الحيطة، وانا مش بستخدمها الصراحة يعني، لكن اهي حساها مش الطف حاجة. عاملينها بالطول. ده غير انهم مش عارفة، ما عجبتنيش، انا بحبهاش بالطول كده. فانا ممكن في فكرة، ممكن اعمل في الظهر بتاعها، اعمل فيجن بورد، ممكن استخدمها لاي حاجة تاني. هو الماتيريال بتاعتها حلوة، ممكن تلاقوا لها افكار، ان في افكار كتيرة ممكن تستخدموها. وهنا نيجي
الأجندة بتاعتنا هي حجمها صغير قد كف الإيد تقريبا، طولها 15 والعرض بتاعها 12، فيعني هي صغيرة جدا، والورق بتاعها كتير وخفيفة. الورق بتاعها كتير خفيفة جدا. ندخل هنا على أول صفحة. الديزاين جميل، أنا عجبني ديزاين السنة دي جميل. أول صفحة هنا about me، اكتبوا فيها عن نفسكم، تعريف بنفسكم. بعد كده صفحة الجولز، عجبني إن مقسمها family life style friends career health hobbies saving mind، ومقسمها لكذا حاجة. بعد كده الميوزك بلاي ليست، انا الصراحه مش بكتب فيها الميوزك، انا بكتب فيها حلقات بودكاست عجباني، فبتنفعني الصراحه ان انا افتكر اسم البودكاست اللي عجبني. بعد كده البيرث داي والايفنتس، هنا تكتبوا اي مثلا اعياد ميلاد او ايفنتس هتحضروها السنه دي عشان تفتكروها. هنا الموفيز، وبرضو صفحة الموفيز عجباني لان هو مقسمه هنا موفيز لوحديها والمسلسلات لوحديها، فدي فكرة يعني حلوة برضو. travel and places، دي أماكن رحتها وأماكن حابب تروحها. بعد كده book and reading، هتكتب الكتب اللي انتوا عاجبينها اللي عجباكوا، الكتب اللي عجباكوا. work out and calories، دي حاجات تبع الرياضة. بعد كده الهابت تراكر، انا الهابت تراكر اللي عاجبني فيه انه مخلي مثلا هابت واحدة كل شهر انك تلتزم بيها، فده ممكن يساعدكم انكم يعني تركزوا اكتر مثلا على هابت واحدة. بس اللي ما عجبنيش انه مش سايب خانة هنا مثلا اكتب فيها الهابت اللي يعني هنا سايب خانة ان تحط الريت بتاع الهابت دي انت خلصت فيها قد ايه او كده، بس هو مش سايب خانة مثلا اكتب فيها الهابت بتاعت ايه اصلا. فانتوا هي حجمها كويس والديزاين بتاعها تحفة، في نسبة وتناسب برضو بالنسبة لحجمها، هي لا كبيرة خالص ولا صغيرة خالص. هنا تكتب رسالة لنفسك اهو، تكتب رسالة لنفسك. وهنا برضو تسأل هنا أسئلة يعني تسألها لنفسك، مثلا نقاط الضعف نقاط القوة الأهداف في حياتك. وهنا تكتب الحاجات اللي انت بتحبها، ديزاين عجبني جدا. بعد كده روتينك اليومي my ideal day، الصبح مع الظهر بالليل، يعني روتينك اللي بتمارسه كل يوم. بعد كده نصايح عشان مثلا تتغلب على الاسترس او ستيبس عشان تقضي على الاسترس مثلا او الضغوط في حياتك. دي حاجات مثلا حابب تتذكرها مثلا او ذكريات معينة حابب تكتبها. بعد كده هنا ندخل على اول صفحة اللي هي صفحة الشهور. اول شهر يناير، السيم جميل بس مش عاملين اي حاجة مثلا للبلان او للتخطيط او اي حاجة، هي بس اول صفحة هنا. كمان اهو تاني شهر، هو بس غيروا السيم برضو مفيش اي حاجة، ولا في مثلا نوتس مثلا نكتبها اخر كل شهر، مفيش نوتس مثلا نكتبها اخر كل شهر. كل شهر كده ليه سيم معين، وباقي الشهور كده نفس الكلام. تقريبا كل الشهور كده. هو بس عامل كم ورقة نوتس في الاخر، عامل كم ورقة نوتس كده تقريبا 3-4 ورقات تكتبوا فيها اللي انتوا عايزينه، برضه لطيفة. دي اخر صفحة. كمان هنا في مسطرة، يعني انا بستخدمها المسطرة دايما بتنفعني. بس كده الكواليتي بتاعها تحفة جدا،
وبكده ده كان الريفيو الخاص بأجندة سبيس البوكيت 2024. هتلاقوا على موقع سبيس حوالي 3 أشكال تاني، يعني هما 4 أشكال، ده واحد منهم، في بقى 3 أشكال تاني ممكن تختاروا ما بينهم. وكده عملنا ريفيو النهاردة عن أجندة سبيس بالملحقات بتاعتها. ما تنسوش تعملوا لي شير وسبسكرايب ولايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان تشوفوا اخر فيديو لينا على القناة. وهو بيتكلم عن ازاي تقدري تعملي براند خاص بيكي من انتي وفي البيت. اتمنى يكون محتوى الفيديو عجبكم، وكمان تشوفوا باقي الفيديوهات ليا على القناة. شكرا، كل سنة وانتم طيبين.